في واحدة من أكثر النهايات الموجعة في تاريخ ريال مدريد الحديث، أنهى النادي الملكي عام 2025 بلا أي لقب، بل بأسوأ من ذلك. هزيمة تاريخية قاسية أمام باريس سان جيرمان، وصفعة كروية على مستوى العالم. كل شيء كان جاهزا: مدرب جديد، صفقات جديدة، وأكبر مكافأة مالية وعد بها اللاعبون في تاريخ النادي. ولكن النتيجة كارثة بكل المقاييس. تابعوا معنا هذه الحلقة لينغوص في تفاصيل موسم للنسيان بدأ بالأحلام وانتهى بالانهيار. البداية الواعدة: ريال مدريد دخل كأس العالم للأندية كبطل أوروبا لموسم 2023-2024، وكانت هذه المشاركة السادسة له في البطولة بعد 5 ألقاب تاريخية سابقة. الجماهير كانت متحمسة، الإدارة كانت متفائلة، وحتى المعسكر التحضيري الطويل في فلوريدا كان مليء بالحماس والانضباط. المدرب الجديد شابي ألونسو قاد المشروع بثقة كبيرة. تم التعاقد مع ألكسندر أرنولد والمدافع الشاب دين هويسن، تصعيد غارسيا وتجديد الثقة في أردا جولر. الهدف: صناعة نسخة مرعبة لمنافسة كبار العالم في البطولة الجديدة. من الأمل إلى الإرباك. الواقع بدأ يعكس صورة مختلفة. في أولى مباريات دور المجموعات تعادلنا سلبي مخيب أمام الهلال السعودي، انتصار مقنع بعدها أمام باتشوكا بنتيجة 3-1، ثم فوز بثلاثية نظيفة على سيزبورغ، وتأهل مثالي كمتصدر للمجموعة. في دور ال16 واجه الند العنيد يوفنتوس، وفاز بصعوبة بهدف من غارسيا. وفي ربع النهائي مباراة مثيرة أمام دورتموند، فوز 3-2 بعد معاناة. وهنا بدأ الحلم يتشكل، لكن كل شيء انهار فجأة. في نصف النهائي جاءت الكارثة: خسارة مذلة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان. هزيمة ليست فقط في النتيجة، بل في الروح، في الهوية، في كل تفصيلة داخل أرضية الملعب. الفريق بدأ مفككا، الدفاع مهزوز، والوسط تائه، ولا رد فعل يذكر من المدرب ألونسو، الذي ظهر وكأنه اصطدم لأول مرة بالحقيقة المرة لمستوى كبار القارة. بداية الترميم. وفي ظل هذا الانهيار بدأت الإدارة التحرك سريعا. أولى خطوات الإنقاذ: صفقة قريبة جدا مع الظهير ألفارو كاريراس، الذي يشير أنه قد تكون بداية استغناء عن فران غارسيا بعد ظهوره المهزوز أمام باريس. وهناك حديث قوي عن تغييرات جديدة قادمة في الوسط والهجوم. انتظرونا قريبا في سلسلة جديدة بعنوان الصفقات التي يحتاجها ريال مدريد، والتي سنحلل فيها أبرز الأسماء التي قد تعيد الهيبة للنادي الملكي. فهل ما حدث في 2025 هو مجرد كبوة؟ أم أن ريال مدريد بدأ فعلا يفقد بريقه أمام الكبار؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات وشاركونا. ما هي أول صفقة يحتاجها ريال مدريد؟ لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وانتظرونا في فيديو ناري عن صفقات الصيف.